السلام عليكم مشاهدينا الكرام. انتشرت لقطات لمشجعي نادي ريال مايوركا خلال توجيه إساءات عنصرية إلى اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم نادي ريال مدريد في ملعب الفريق خلال المباراة التي جمعت بين ريال مايوركا وريال مدريد، والتي حققت فيها مايوركا فوزا مفاجئا على النادي الملكي يوم الأحد الماضي. وكان يمكن الاستماع إلى الهتافات من المشجعين بوصف فينيسيوس جونيور بالقرد خلال فيديو انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي. وتعرض فينيسيوس جونيور للإساءة العنصرية من المشجعين في 3 مناسبات سابقة على الأقل، منها في الكامب نو أمام برشلونة في نوفمبر 2021، وأيضا في ضيافة أتلتيكو مدريد في سبتمبر 2022، وأيضا في ملعب ريال بلد الوليد قرب نهاية سبتمبر الماضي. وتحقق الشرطة الإسبانية أيضا في مزاعم بوجود جريمة كراهية ضد اللاعب البرازيلي بعد شنق دمية ترتدي القميص رقم 20 الخاص بفينيسيوس جونيور على جسر أمام مقر ميران نادي ريال مدريد قبل قمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد منذ حوالي أسبوعين. ووضعت الدمية إلى جانب لافتة باللونين الأحمر والأبيض وكتب عليها مدريد تكره الريال خلال الساعات الأولى من صباح المباراة. واتهم فينيسيوس جونيور المسؤولون في الدوري الإسباني بعدم القيام بأي تدخل بشأن التصدي لهذه الهتافات العنصرية المتكررة في المدرجات خلال أي مباراة للميرينغي بعد أن تم استهدافه في 3 مناسبات. ونشر اللاعب البرازيلي بيانا على مواقع التواصل الاجتماعي كتب فيه: يواصل العنصريون الذهاب إلى الملاعب ومشاهدة أكبر نادي في العالم، ولا يزال الدوري الإسباني لم يتحرك لإيقاف هذه الإساءات المتكررة. وأضاف: سأواصل اللعب ورأسي مرفوع وأحتفل بانتصاراتي وانتصارات ريال مدريد. وألقى الكثير من عشاق ريال مدريد اللوم على لاعبي الميرينغي بسبب ما يتعرض له النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور من تدخلات عنيفة في كل مباراة وهتافات عنصرية. جمهور ريال مدريد يرى بأن ما يحدث مع فينيسيوس منطقي جدا بحكم أنه لاعب مهاري، ومن الوارد أن يتعرض لأي تدخل عنيف وأي إساءة عنصرية من أجل إيقافه، ولكن الكل يلاحظ أن اللاعب هو نفسه من ينهض بعد تعرضه للركل لكي يعترض على الحكم دون أن يدافع عنه أحد من زملائه في أرض الميدان. كيف سيكون الحال لو سقط فينيسيوس جونيور على الأرض بعد تعرضه لأي تدخل عنيف مدعيا الإصابة، وفي نفس الوقت تكلف زملاؤه بعملية الاعتراض على الحكم أو حتى الدخول في مشاحنات مع لاعبي المنافس؟ وقتها فقط لن يكون النجم البرازيلي وحيدا في قبضة الخصوم، وربما لن يتجرأ أحد على استفزازه أو محاولة التدخل عليه بقوة. السؤال الأهم: هل فقد الميرينغي شخصيته منذ رحيل سيرخيو راموس وكارلوس كاسيميرو؟ فلو كان هذا الثنائي حاضرا اليوم لكان قد دافع بحياتهما عن فينيسيوس جونيور. والأمل اليوم في لاعبين مثل أنطونيو روديغير وأوريليان تشواميني وإدوارد كامافينغا، فهم من لديهم الشخصية القوية التي تؤهلهم للدفاع عن زميلهم ضد كل ما يتعرض له في أرض الميدان وأيضا في المدرجات. نشكركم على المشاهدة، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو.